معانا حاجة حلوة تانية عايزين نعملها النهاردة. معانا الميكس الجبن الموزاريلا ده والشيدر وجبنة رومي، وحطيت حتة جبنة براميلي، ومعانا اللحمة العصاج اهو اللي معصجينها جميلة جدا. وهنعمل احلى سمبوسة. هنعمل شوية بالجبن ونضيف لحمة على الجبن ونعمل احلى سمبوسة. وخليكم معانا. بنعمل السمبوسة اهو يا حبايبي، وعملنا خليط بالدقيق كده وشوية مية علشان هي تخينة حلوة عشان نقفل بيها السمبوسة. وخلطنا شوية فلفل على الجبن اهي، وهنحط شوية حطينا قرنين فلفل رومي لو حابة شطشط براحتك. وهنبدأ نحط كمان لحمة. الجبنة جميلة جدا. وعملنا شوية سمبوسة جميلة جدا باللحمة، وعملنا بالجبن امبارح طبعا اتمسحت، ملحقتش اصور لما استوت، صورتها قبل ما تستوي وملحقتش اصور لما استوت. بالجبن اللي صورتها لكم امبارح تشكيلة الجبن، والنهاردة باللحمة العصاج اللي اتبقت اللي عملنا منها الجلاش. خطيرة اللحمة، طلعت طعمها تحفة 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 بجد. اعملوا بالطريقة اللي قلتلكوا عليها، اني نحط البصل مع اللحمة العصاج في وقت واحد، نقطع البصل في وقت واحد معاه ونحطها على النار وتتقلب كلها في بعض. البصل بيدي طعامة ولذاذة جميلة جدا للحمة لما تستوي معاه. يلا هنشوفها لما تستوي. كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. اهو يا حبايبي شايفين يعني بسم الله ما شاء الله كمية جميلة جميلة وموفرة وجميلة وهائلة. يعني عملنا ماكيت السمبوسة طلعت كمية جميلة زي الكمية دي كأنها امبارح، وهي كملناها باللحمة المفرومة النهاردة خطيرة. لحمة مفرومة موتزاريلا وفي لحمة مفرومة سادة العصاج، كمية جميلة جدا. يلا بالهنا والشفا، جربوها حلوة جدا، واعملوها بالعصاج زي ما عملنا، وبالجبن الميكس الجبن اللي عملناه حلوة جدا. يلا بالهنا والشفا.